من بعد هذا التفكير أنا رجعت لشخص بيشتغل على تاكسي، بس كنت في مكان وخسرت كل إشي معي. فيعني مريت بفترة جدا صعبة، قعدت 3 سنين حرفيا أفشل حدا خلقه ربنا، ما عم بزبط معي شيء. تاكسي ما عرفت أشتغل عليه وكنت فاشل. كل القصص وإن تشابهت، مش زي لما أحكي لك إياها أنا. كتير شفنا يوتيوبرز ناجحين وكتير شفنا ناس وصلت، بس اليوتيوبر اللي اليوم رح نحكي عنه قصته مختلفة. شاب من الأردن محبوب عند الناس، واجه أصعب التحديات، وواجه الفشل والانتقادات، ضغوط من المجتمع وحتى من نفسه. بس هذا الشاب بدل ما يستسلم حول كل هذا الألم لمحتوى بيوصل للملايين. صوته صار وسيلة للتعبير عن قصص بتشد الفضول من أول لحظة، وعن أحداث بتخلي الناس يعيشوا معه كل لحظة. بهذا الفيديو رح أحكي لك قصة أحمد أبو الصادق، كيف بلش وشو كانت الصعوبات اللي واجهها، وكيف حول كل تجربة صعبة لمحتوى بيأثر بالناس. معكم محمود، ولا تنسوا اللايك والمتابعة، وبتمنى توصلوني ل1000 متابع بأسرع وقت. أحمد أبو الصادق شاب أردني بسيط، عمره 36 سنة، مولود بعائلة متوسطة وما عاش حياة فخمة، ولا كان قريب من الشهرة. درس هندسة صوت لأنه بيحب يسمع مو يحكي. كان شخص هادي، بيفضل العزلة وبيحب يفكر أكتر ما يتكلم. بس بداخله كان في شي عم يغلي، حلم صغير، إحساس إنه بداخله صوت لازم يطلع للعالم. اشتغل بشركات كتيرة، اشتغل لحاله، وعاش بفترات فشل، تعب وحتى اكتئاب. حياته كانت مليانة ضباب. بس بيوم من الأيام حب يفتح صفحة جديدة. أول فيديو لإله كان بسيط جدا، غرفة صغيرة ومايك متوسط، بس كلام صادق. ما كان بده لا ترند ولا شهرة، بس بده يحكي يلي الناس بتفكر فيه وبتخاف تقوله. الفيديو الأول ما انتشر، بس الفيديو الثاني جاب أول تعليقات إيجابية، وثالث فيديو صار حديث الناس. ومن هون بدأ الطريق. بس هذا الطريق ما كان سهل أبدا، ومع أول انتشار اجت أول ضرب، هجوم، سخرية، ناس بتفهم نص الكلام وبتهاجم الباقي. وفي ناس شافته جريء، وفي ناس شافته متفلسف زيادة، بس هو ضل ثابت لأنه كان شايف هدف أكبر من مجرد إعجابات. الشهرة ما غيرته، بس علمته قديش الناس بتكون قاسية، وقديش النجاح ممكن يكون وحيد. من أصعب المواقف يلي صارت مع أبو الصادق وهو بيحاول يثبت نفسه، فجأة صارت له شغلة غيرت نظرته لكل شيء. أخوه كان مريض، عنده مشاكل بالمعدة، ووزنه ضعيف جدا، حوالي 49 كيلو بس، وكل محاولات الأطباء فشلت وما كانوا قادرين يحلوا مشكلته. اضطروا للسفر لأمريكا، وهنيك وبعد حادث سيارة صار معهم، الوضع الصحي لأخوه كان حساس جدا، لدرجة انهم اضطروا يروحوا على المستشفى بهليكوبتر. والطبيب اكتشف الحل البسيط يلي ممكن كان ينقذ أخوه، ويلي كان الموز. ايه عزيزي المتابع، مثل ما سمعت، الموز كان هو العلاج لأخوه، كان مصدر للبوتاسيوم يلي جسم أخوه محتاجه. أخوه ضل بالمستشفى حوالي أسبوع، وكل وجبة كان فيها موز، وبالطريقة هاي بدأ يتعافى الحمد لله. اللحظة هاي غيرت حياته، صار يشوف الحياة بشكل مختلف، صار يحكي عن الإيمان وعن الصبر وعن الامتحان الحقيقي للإنسان. ومن هون بدأ الوعي، صار يقدم محتوى عميق يوازن بين الجد والفكر، صار صوته يوصل لملايين، صار رمز عند الشباب يلي بدهم يسمعوا صوت صادق، وصار يحكي عن العلاقات، الدين والمبادئ وحتى القضية. واليوم بعد أكثر من 3 سنين من التعب، صار عنده مكانة مو بس بين المتابعين، بل بين صانعين المحتوى المحترمين بالعالم العربي. أبو الصادق بيملك اليوم أكثر من 5 مليون متابع على اليوتيوب، وأكثر من 1,000,000 متابع على الإنستا. وقصة أحمد أبو الصادق مو بس عن النجاح، هي عن الصدق وعن الإيمان بنفسك، وعن الوقوف بعد كل سقوط، وعن إنك ما تفقد نفسك مهما صارت الشهرة كبيرة. هو مثال يلي بلش من ولا شي، وصار شخص كل كلمة بيقولها بتوصل للقلوب قبل العقول. قصته بتقلنا شي واحد، إذا بدك تبدأ بلش، حتى لو ما عندك شي، وإذا تعبت تذكر إنه الطريق الحقيقي مو دائما سهل، بس الصدق دائما بيكسب بالنهاية. وطبعا وصلنا للمرحلة اللي الكل بيستناها وبده يسمعها، قديش هي ثروة أبو الصادق اليوم، وقديش بيطلع من اليوتيوب. طبعا مثل العادة ما في رقم رسمي، بس التقديرات اللي بيحكيها ChatGPT تحكي إنه دخله من السوشيال ميديا بيتراوح بين 40 ل 60 ألف دولار بالشهر. وبعض المصادر بتحكي إنه ثروته وصلت لأكثر من $500,000. بس يلي بيعرف أبو الصادق بيعرف إنه المال بالنسبة له مو الهدف، وهذا الشي حكاه بنفسه.
هي قصة إنسان بلش من ولا شي، واجه انتقادات وتعب ووجع حتى بكي، بس ما استسلم، واليوم صار واحد من أكتر الأسماء يلي بتحترمها الناس. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والمتابعة، وتكتب لي بالتعليقات جملة بتوصف فيها أبو الصادق. كان معكم محمود، وسلام.